تعالى زي ما اتعودنا نرسم صورتين قدام عينيك، صورة لو بدأت وصورة لو فضلت زي ما انت. لو بدأت فعلا هتحس ان في نور صغير ظهر قدامك، حتى لو الدنيا لسه مش واضحة بس هتحس انك ماشي في اتجاه. هيحصل تغيرات صغيرة، دماغك هتهدى، تركيزك هيزيد، طاقتك هتتوجه لحاجة مفيدة. هتبدأ تحس انك بتعيش مش بتتعايش. كل مرة هتكتب فيها رؤية، كل شخص هتقابله ويفتح لك افق جديدة، كل تجربة انت هتخوضها حتى لو كانت بسيطة هتبني جزء من هدفك ده، وهتلاقي نفسك بتصحى من النوم وعندك دافع. حتى لو لسه الطريق طويل بس وجود معنى بيخليك تكمل. المعنى هو اللي بيخلي التعب يستاهل. وكل ما تمشي خطوة الحياة بترد عليك بعلامة، ناس جديدة، فرص غير متوقعة، إحساس بالرضا، وطبعا ده مش سهل. واللي أصعب هو الطريق، بس الفرق إنك عارف إنك على سكتك مش سكة غيرك. طب ولو ما كملتش، لو فضلت تقول بعد كده، هتصحى بعد 5 سنين وتلاقي نفسك في نفس المكان، بس الفرق إنك بقيت مرهق أكتر، طموحك أقل، حماسك اختفى، وصوتك الداخلي بقى أضعف. كل يوم هيعدي هتحس إنك تايه أكتر، وهتبدأ تلوم الظروف والناس والحياة، بس انت جواك عارف ان انت السبب. ساعتها حتى اللحظات اللي بتفرحك هتكون ناقصه، هتحس انك ما تستحقهاش لانك سايب نفسك تمشي في سكه مش بتاعتك، وده اصعب احساس في الدنيا. الحقيقه ان الطريقين صعبين، بس طريق الهدف رغم صعوبته فيه حياه، بس الطريق التاني رغم انه راحه مؤقته فيه موت بطيء. الفرق انك في الاول بتحس بتعب في طريقك، وفي التاني بتحس بتعب في لا شيء. فكر كده اللحظه، كل يوم بتاجله، كل لحظه بتقول مش دلوقتي، بتسرق من عمرك وقت مش هيرجع. ولو فضلت مستني لحد ما تحس انك جاهز مش هتبدأ ابدا. الناس اللي غيرت حياتها ما كانتش مستعدة بس قررت تبدأ، وانت كمان ممكن تقرر تبدأ حتى لو خايف، حتى لو مش جاهز.